السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الفلافل في البيت. معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، انا نقعاه في ميه من بالليل، حزمه كزبره خضراء، بصلايه، 3 فصوص توم، وحزمه كرات. هنزل بنص كميه الفول ده منقوع من بالليل. هضربه في الكبه ضرب ناعم. ما تنسيش وانتي واقفه في المطبخ زي ما احنا متفقين بنسبح ونستغفر ونذكر ربنا ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هضرب الفول ضرب ناعم في الكبة، وهنزل بقى بنص الكمية بتاعة المكونات اللي انا قلت عليها. يعني هاخد نص البصلاية ونص الخضرة ونص الثوم وهنزل بيهم على الفول، لان الكبة بتاعتي مش هتاخد الا نص الكمية. وكمان الفلافل هتتعمل على مرتين، على مرحلتين يعني. زي ما احنا شايفين كده الكرات ده من مشتقات البصل، ريحته بصل بس طعمه حلو جدا، يعني كل المصريين عارفينه، فانا بقول الكلام ده للناس اللي مش من مصر. الكزبرة الخضراء انا بفرزها علشان اوقات كتير ما بلاقيش خضرة في السوق. ضربت كده نص الكمية في الكبة ضرب ناعم او فرم ناعم، وهنزل بالكمية التانية. انا هنا كنت فرمت البصلة مع الفول، هنزل بقى بنص الكمية التانية مع بقية الخضرة ومع بقية الثوم. ما ننساش ندعي لولادنا في الثانوية العامة وفي الإعدادية، وربنا يوفقهم يا رب وينجحهم كلهم ويجعل لهم امتحاناتهم سهلة، اللهم آمين يا رب العالمين. هضرب بقى النص التاني كده في الكبة زي ما احنا شايفين، وهنزل بيه في البولة أو في البلاستيكة كله على بعضه. ريحتها جميلة جدا. مكوناتنا عارفينها، عارفين احنا غاسلين حاجتنا ازاي، نضيفها ازاي، الزيت نضيف. فدايما اعملي حاجتك في البيت، يعني دايما اعمل كده بقى. نفسي اعمل مبادرة اقول لكل اخواتي الستات يعني اعملوا حاجتكم في البيت، انضف كتير من بره واحسن واوفر على فكرة. يعني نص كيلو الفول ده عمل لي 3 اكياس احتفظت بيهم في الفريزر. هنزل بقى بنص الكمية في الكبة مع شوية مية، اللي هو فنجان القهوة، يعني فنجان القهوة اللي انت بتشربي فيه القهوة ده نصه مية علشان تمشي بس في الكبة. زي ما احنا شايفين كده، يعني خدت فنجان القهوة نصه على نص الكمية والنص التاني على الكمية التانية. بصي زي ما احنا شايفين كده. في تركايه بقى كده بتاع الفلافل بيعملها، احنا لما بنروح نشتري فلافل بنلاقيه مشغل مضرب عمال يضرب الفلافل ويدخل لها هوا وهيشان كده عشان تبقى تدي هيشان. هنا حطيت التوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، كزبره ناشفه. طبعا ظبطي الملح كويس. هنقل بقى الكميه بتاعتي كلها في بلاستيكه اكبر علشان اضربها زي ما الراجل بتاع الفلافل بيعمل، عشان تديني نفس النتيجه. بيدخل لها هوا علشان لما تيجي تقليها تبقى هشة من جوه وتستوي معاكي بسرعة. او زي ما احنا شايفين هنقلها بقى في البلاستيكة، وهبتدي اشغل عليها المضرب حوالي 10 دقايق مش كتير. يعني لما الاقيها نفشت معايا كده زي الكريم شانتيه خلاص هشغل عليها المضرب شوية كويسين كده 10 دقايق، او يعني ممكن 10 دقايق. انا ما كترتش عن كده، بس انا ما طولتش عليكم الفيديو يعني. هضربها بقى لحد لما تنفش خالص واحس على كده. شايفين هتديني نفس النتيجة. تعالوا بقى نقلي واحدتين ونجرب، طعمها تحفة. طبعا في المرحلة دي بتبقي مظبطة ملحك وكله علشان ما تقعديش تقلبي فيها كتير تاني. هنزل بقى الفلافل في مصفى تنزل الفنجان المية اللي انا حطيته، بس كده صفت المية بتاعتها. وهبتدي اقليها بقى بشوية سمسم كده. بصوا الزيت نضيف، عارفين حاجتنا جاية ازاي ومغسولة ازاي، فاعملي حاجتك في البيت. ريحتها جميلة، طعمها تحفة، مظبطة ملحك في منتهى الجمال، وانت اللي بتتحكمي بقى في مكوناتك براحتك يعني. والفلافل ما بتحطلهاش خضرة كتير عشان ما تنزلش مية كتير. احنا فنجان المية اللي انا حطيته نزلته زي ما انتم شايفين في المصفى كده. انا قليت بقى، ريحتها كانت جميلة جدا جدا وعجبت الولاد. الف هنا وشفا طبعا. جربيها، جربي اعملي حاجتك في البيت، توفير واحسن ما تشتريها من بره. بقية الكمية بقى خدت 3 اكياس من اللي انا بحط فيهم كيلو لبن. يعني بصوا كده انا كمان مكلكعيها، يعني مش فرداها في الكيس. هحتفظ بيها بقى في الفريزر، ولما تعوزي تطلعيها طلعيها من قبلها بساعة ولا حاجة، هتفك معاكي وهتبقى ما فيهاش اي مشكلة، ولا هتسود ولا هيجرى لها حاجة. ألف هنا وشفا على كل حد أكل منها، وألف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمة. بصوا لونها من جوه عامل ازاي ومستوية، وطعمها جميل جدا جدا جدا. ممكن بقى تعملي انت الدقة اللي هي بتاعت الفلفل الحامي. ما تنسوش بقى تدعوا لي دعوة حلوة،
وسلام.